امتى بتاخد قرار انه شخص يكون في دايره قريبه منك او هو قريب منك، وتاخد قرار انه لا، لازم يكون بعيد، لازم ابعده. اوكي. والنقطه دي هنا برضو فيها كده ايه تركية، يعني هل انت فعلا اللي بتاخد القرار ده اصلا، ولا برافو. انت بتسيبها بقى اللي قدامك هو والله عايز يبعد يبعد، عايز يقرب يقرب، ما تبقاش دايما انت صاحب القرار. فبالنسبه للقرار البعد، هو عموما حياتنا كلها برضو مبنيه على قرارات. يعني حتى دخول العلاقه قرار، والخروج من العلاقه قرار. امم. فهنا انا قناعتي في كذا حاجه بقى. يعني احنا العلاقه على حسب طبيعه العلاقه ونوع العلاقه، وزي الانواع اللي انت اتكلمتي فيها، العلاقه القريبه، العلاقه اللي امم. بالوسط، الدايره البعيده، الكلام ده كله. ال اكيد التصرف للشخص هيختلف تصرفه وهو بياخد القرار ده. ده كمان مش بس هو بياخد القرار، هو قبل ما ياخد القرار. يعني هتلاقي اه. في مثلا لو علاقة قريبة قوي بياخد وقت طويل عقبال ما ياخد القرار ده. لو علاقة تانية ممكن ما وسط عادي هياخد وقت. علاقة عابرة مثلا القرار هيبقى بسرعة انه يبعد. فمهم ان احنا نميز بقى بين طبيعة العلاقات هنا اهو امم. في النقطة اللي انت اتكلمتي فيها في الاول، والدوائر لو قسمناهم 3 دوائر. هنا لما انا هقدر اميز ده، هقدر اشوف قراري وانا باخده في البعد عن العلاقة دي هيبقى عامل ازاي، وهاخده عامل ازاي.